يا صباح الخير يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بصوا، انا عندي مشكله وحصلت لي مشكله وعايزه اقول لكم عليها عشان ما حدش يقع في المشكله ديت. بصوا، احنا هنا وانا بنضف الخس. هنحكي بقى في المشكله ديت بسرعه بسرعه ومش هطول عليكم. الاول هنا انا جايبه خس بنضفه وبخلي الورق ده للطيور. بس طبعا انا بعد ما بقطعه صغير صغير ليهم، باخده بحطه في المصفى وبغسله. ما ينفعش تجيبيه من السوق كده وتروحي منضفه ومقطعه ورميه لهم. ليه؟ لان اللي بيبقى ساعات الخس ده مرشوش عليه مبيد، يعني عليه بقى ما جاي من الارض. فمش هينفع، ما نعرفش ايه اللي محطوط عليه، فلازم الاول تغسليه. وبعد ما تغسليه ينشف شويه كده وتروحي رميه للطيور بتاعتك. تمام. احنا بقى متفقين ان احنا بنربي الحاجة بطريقة صحية، ما بنحطش اي ادوية خالص. بص بقى المشكلة اللي انا وقعت فيها. انا جايبة عندي فراخ عمرين. في بينهم ما بين بعض فرق شهر. اللي هم التانيين الصغيرين دولت اللي انا بوريهم لكم على طول. والكبار شوية الصغيرين دولت. انا عمالة ابص لهم اقول ايه، هم طولوا قوي ان هم يكبروا. طبعا انا كنت تعبانه، قعدت 10 ايام ما بنزلش اجيب اكل ولا حاجه، ما بنزلش اجيب حاجه من تحت. فبالتالي ما كنتش بنزل اجيب علف. فاللي كان بيجيب لي العلف ابني. فروح يا احمد هات 2 كيلو علف يجيب، هات 3 كيلو علف يجيب، هات. فكان بيجيب العلف. لان انا لاحظت ان العلف خشن شويه. فما بقول له، هو قول لي الراجل هو ليه العلف خشن كده؟ قال له لا عادي، انت ممكن تطحنه كده او ايه، دق عليه باي حاجه كده هيبقى ناعم، هو العلف دلوقتي بقى كده. فانا طبعا كنت تعبانه وهو روح يا احمد هات لي العلف، فراح عند اللي احنا بنجيب منه، اللي هو اصلا متخصص في الاعلاف، اللي هو معمل كده متخصص في الاعلاف وبيع الكتاكيت والحاجات دي. لا ما عندوش، قال له ما عنديش علف. فراح اشترى من حد بيبيع اللي هو فلفل وكمون وحاجات كده، يعني برضو علاف بس بتاع المكرونه والفلفل والكمون والحاجات دي، وجايب جنب الحاجات دي جايب اللي هو العلف اللي كان احمد بينزل يجيبهولي. طبعا انا التانيين كنت انا اللي بنزل اجيب العلف بايدي وعارفه انا بجيب تركيز كام. فعايزه اقول لكم ان اعرفكم معلومه ان العلف 3 انواع. في علف بادي اللي هو اول ما بنجيب الطيور بتاعتنا بناكلها العلف لمده حوالي 20 يوم. العلف ده تركيزه 23%، البروتين بتاعه بيبقى عالي جدا علشان يكون لي لحم ما يكونليش دهون. فده اللي انا بجيبه، ده بيبقى ناعم شويه، بيبقى ناعم انعم من التاني. الدرجة التانية من العلف اللي هو العلف النامي، اللي هو بيخلي الفرخة تنمو بقى، ان هي تكبر خلاص كبرت، فبكمل بقية النمو بتاعها بالعلف ده بيبقى تركيزه 21%. تمام. ده باكل منه شوية. والقرب ما الدورة بتاعتي بتخلص بتاعت الفراخ، باكل فرق علف اسمه علف ناهي. العلف الناهي ده بيبقى تركيزه 19%، وده بيبقى ارخص انواع العلف. بيحافظ لي ان الفراخ بتبقى محتفظة بوزنها، وما بتكون، ممكن تكون دهون منه خفيفة، ولكن ما بيدينيش ان انا يكون لحم زي العلف الاولاني خالص البادي. فهنا طبعا العلاف اللي هو مش متخصص في بيع الاعلاف مش فاهم الفرق. فبالتالي هو لقى ايه، علف شكارة بتتباع والعلف غالي فجابها وباعها وخلاص. طبعا انا بقالي 10 ايام اكتشفت ان انا لما نزلت اجيب العلف، اكتشفت ان انا احمد كان بيجيب لي علف من اللي هو العلف اللي هو النامي اللي هو 19%، اللي هو 21%. طبعا اخر نمو الفراخ الصغيرة عندي شوية. فانا ملاحظة الموضوع ده، فحبيت ان انا انزل اجيب. فلما ببص في الشكارة اللي هو بيبيع لي منها، فلقيت مكتوب عليها ان هي تركيزها 21%. طب انا ما باخدش من ده، انا عايزة 23%. فهو مش عارف، قال لي لا انا مش عارف، انا هو ده اللي انا بجيبه. فحبيت الفت نظركم ان احنا لما نكون بنجيب العلف، اولا نجيب علف من واحد بس، ما نغيرش الاعلاف من حد. انا لما عرفت ان العلف نوعه اتغير، بدات اعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، انا بجيب الميه وبحط على كل طاجن حوالي نص معلقه شاي خل، علشان العلف ده بيبقى فيه سموم، علشان الفراخ من تغيير العلف من علف لعلف نسبة السموم في جسمها بتعلى، وتلاقي فجأة الفرخة ماتت من غير ما تعرفي ايه السبب. فلازم لما هتغيري من علف لعلف لازم تحطي خل. فانا حبيت الفت نظركم من الموضوع وناخد بالنا واحنا بنجيب العلف، وكل عمر ليه علف معين. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وكنتوا استفدتوا منه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد يعجبكم باذن الله.
وعايزه ناخد بالنا قوي قوي من موضوع العلف ده جدا، لان انا اتفاجئت. يعني انا متعوده بجيب من حد معين، اتفاجئت. لو هتلاحظوا كمان هنا انا برفع كفاءة العلف ان انا بحط له حبة البركة، وبحط له كركم. ده بحطه على العلف كله، وببدأ احط منه الطيور بتاعتي. كل الحاجات الطبيعية اللي بنحطها دي بديل للأدوية اللي احنا بنجيبها. كلها حاجات طبيعية موجودة عندي في البيت. غير العلف التاني بيبقى الحبيبات بتاعته اكبر شوية، عشان طبعا بتبقى الكتاكيت كبرت شوية. اتمنى ان كلكم تاخدوا بالكم من النقطة دي، لان النقطة دي بتأخر معايا نمو الطيور، وبتخلي النمو بتاعه بيبقى مش كويس. وبتلاقي ان فات وقت وهي لسه بحجمها زي ما هو. والحمد لله انك اكتشفت دوت بدري.